بسم الله اللهم صل على محمد. طبعا دي ايه، صلصه مع طماطم. كان عندي بقى حته لحمه صغيره. كل ما اجيب ربع كيلو او نص كيلو او ده من عوده يعني، بقوم ايه، شايله منها معلقتين كده. تمام. وبعينهم لغايه ما كونت ايه، كونت غدوايه حلوه اهي. معاها بقى قطعت فلفل، معاها بصل، في توم. شوحته شويه، قمت نازله بالايه، بالقطع الطماطم الصغيره ده، هي كنت بقطع قطع طماطم مع قطع فلفل. وبعد كده قمت نازله بقى بالصلصه عليها. شايفين بقى الحلاوه والجمال. شايفه الله. طبعا بقى ايه، انا جبت مكرونه، ودي مكرونه سايبه، والله مكرونه سايبه. دي كانت ايه، جبتها قبل كده بصراحه وعجبت مني، لكن دي بسم الله ما شاء الله. خليه بقى يا رشتوش، لان حطيت فيها معلقه زيت كده، وهي في الميه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى الجمال والحلاوه. يلا نسمي كده. الفلفل بقى، والفلفل الاخضر بقى كده مع التوابل مع الطماطم مع التومه مع، عامل حكايه بقى. بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم؟ غدوه سهله وسريعه وفي نفس الوقت اقتصاديه، مفيش بعد كده. تفضل بقى تقلبي كده بالتدريج، علشان ايه، اللي تحت يبقى فوق واللي فوق يبقى تحت، وهكذا. خلاص. خلاص يا رشوش. طبعا بقى هولع عليها كده 10 دقايق، عشان ايه، تندمج كده مع بعضها. والف هنا وشفا. شايفين بقى الجمال والحلاوه. بسم الله ما شاء الله. ولا معجنه ولا اي حاجه، وبسم الله ما شاء الله غدوه جميله. كل الحكايه ان انا كل ما اجيب لحمه مفرومه اشيل منها حوالي معلقه او اتنين، لغايه ما كونت ايه، غدوه حلوه اهي. طبعا كيس مكرونه اللي هو كيلو مكرونه سايب، او زي ما انت عاوزه، معلقتين صلصه، شويه طماطم. طبعا بقى ايه، فلفل، توم، بصل. تدلعي كده الاكله بتاعتك اهو. طبعا عاوزه بقى ايه، نصلي على نبينا في الكومنتات عشان كلنا ناخد حسنات. وطبعا رايكم يهمني. في امان الله، مع فيديو جديد ان شاء الله.